عاجل ورسميا الزمالك في بيان رسمي بيقدم طعن على لجنة التظلمات في اتحاد الكورة ضد قرار الرابطة بعدم خصم الثلاث نقط من النادي الأهلي عشان انسحب قدام الزمالك. وفي نفس الوقت بيراميدز ينزل نفس البيان اللي نزله الزمالك، ودي أول خطوات التصعيد الرسمي من الزمالك وبيراميدز. ليه؟ لأن الزمالك وبيراميدز عارفين إن هيتم رفض التظلم، وهياخدوا رفض التظلم ده ويطلعوا بيه فين؟ على الفيفا يا باشا. ودي أول خطوات التصعيد من نادي الزمالك ومن نادي بيراميدز، لأنهم ببساطة مستنيين إن هو يتم رفض الطعن اللي هم مقدمينه عشان ياخدوا الورق يا باشا بتاع الرفض ويطلعوا بيه على الفيفا، والفيفا يحكم في 48 ساعة آخره. يا جماعة أقسم بالله الموضوع سهل جدا، ده هم وقعوا في شر أعمالهم. كل الدعم لنادي الزمالك اكبر قرعه رياضيه في مصر، وكل الدعم لبيراميدز لانه نادي مصري، والراجل اللي ماسكه راجل اماراتي مستثمر وبيضخ اموال صعبه للبلد، ولازم نشجعهم يا جماعه. احنا نتمنى ان يكون زي بيراميدز ناس كتيره. الاهلي الوحيد اللي مش عايز الكلام ده، الاهلي هو عايز يبقى هو النادي اللي يكسب بس، اكسب حلال اكسب حرام ماليش فيه، انا بلدي يا رفاعي. وبالنسبه لقانون الرياضه بتاع ال8 سنوات كده الخطيب باي باي اخر مده ليه وهيتكل على الله. وبيقولوا في الاهلي ان في كلام وتسريبات طالعه ان بيحضروا عم حارس الاسطوره الثانيه بعد الخطيب ان هو يخش مكان الخطيب. وبيقولوا برضو ان عم حارس اول ما هيخش اول قرار هياخده هيرجع الساعات. دمتم اضحوكه، ودمتم نادي فساد، ودمتم نادي ساكسونيا.